فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هو فيروس يصيب الإنسان والحيوان، لم يعرف من قبل لدى البشر، ولا يعرف حتى الآن الكثير عن خصائصه. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ يعتقد أنه ينتقل من خلال الاختلاط المباشر بالمصابين، الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، لمس أدوات المريض، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، مع احتمال انتقاله عن طريق الإبل المصابة به. ما هي أعراض الإصابة به؟ المريض بالفيروس سيشعر بحمى، سعال، ضيق في التنفس، احتقان في الأنف والحلق، وإسهال في بعض الحالات، وفي الحالات المتقدمة فشل تنفسي. وحيث لا يتوفر علاج أو لقاح لفيروس كورونا، فكيف أقي نفسي منه؟ أداوم على غسل يداي جيدا بالماء والصابون، أتجنب قدر الإمكان المخالطة المباشرة مع المصاب، أتجنب ملامسة العينين والأنف والفم، أرتدي الكمامات في أماكن التجمعات، أستخدم منديلا عند السعال أو العطس، أحافظ على النظافة العامة، أغسل الفواكه والخضار جيدا قبل تناولها، أحافظ على العادات الصحية فهي تعزز مناعتي. إن كان لديك أي استفسار فنحن في خدمتك. وزارة الصحة.